تخيلوا أنفسكم في رحلة طيران اعتيادية، تحلقون على ارتفاع آلاف الأقدام فوق الأرض، ولا شيء يعكر صفو السماء. وفجأة، ومن دون سابق إنذار، يبدأ جسم الطائرة بالاهتزاز بعنف. تمض إشارة ربط حزام الأمان، ويسري شعور بالقلق في أرجاء المقصورة. نظام الإنذار يعلن عن فقدان الارتفاع. يتبادلون النظرات القلقة بينما يتواصلون بسرعة مع مراقبة الحركة الجوية. رحلة 58 لدينا حالة طارئة. يعلن القبطان بصوت ثابت ينبض بالتوتر. يتشبث البعض بمساند الذراعين، بينما يتفحص آخرون أحزمة الأمان بلهفة. تتحرك إحدى مضيفات الطيران بسرعة عبر الممر محاولة تهدئة الركاب. الطائرة تصارع الآن عاصفة شديدة. يضيء البرق وجوه الركاب المرتعبة. الاضطرابات الجوية لا هواد فيها، تهز الطائرة مثل ورقة شجر في مهب الريح. وفجأة تميل الطائرة بعنف. دوي انفجار قوي يتردد صداه في المقصورة، يتبعه صوت الصمت المثير للقلق. انقطع الاتصال مع مراقبة الحركة الجوية. تمشط المروحيات وطائرات البحث المنطقة بحثاً عن أي أثر للطائرة المفقودة. يعثر على عدد قليل من الناجين يتشبثون بالحياة رغم كل الصعاب. إذا كنتم تشاهدون هذا، فهذا يعني أن شيئاً فظيعاً قد حدث، تقول بصوت مرتجف. يقوم المحققون بفحص الحطام ويجمعون معنا اللحظات الأخيرة من الرحلة المشؤومة. في النهاية، تمثل قصة الرحلة 58 تذكرة كئيبة بهشاشة الحياة والطبيعة غير المتوقعة للقدر. إنها شهادة على قوة الروح البشرية التي لا تلين. شكراً لانضمامكم إلي في هذه الرحلة عبر القصة المؤلمة لتحطم الطائرة الغامض. كونوا بأمان، قدروا كل لحظة.